انا بسمة داوود. والله انا كنت بنت غلبانه على باب الله بتاخد ورش تمثيل عشان هي بتتكسف، فاخدت ورك شوبس تمثيل كتير قوي علشان ابقى ما بتكسفش. من هنا لقيتني رايحه على اتجاه التمثيل، بعمل اوديشنز وخاف ويكلموني يقولوا لي انت تمام، اقول لهم معلش اصلا انا الميعاد مش مناسب، اصلا انا مش عارف. كنت بترعب، كنت خايفه ان انا اطلع بتكسف التصوير برضو، لغايه ما جالي مسلسل ملوك الجدعنه. ده كان كل حاجه فيه قدريه. في واحده صاحبتي كانت في المسلسل هناك، قالت لي ده في دور وعايزين فيه حد ومش عارف ايه. قلت لها طيب انا هكلم اي حد من اللي انا عملت معاهم اوديشنز وهجيب لك فيديو ليا وبتاع. ولغايه ما وصلت للي انا عايزه اجيب منه الفيديو كان الدور اتسك. فهو قال لي انت عايزه الفيديو ده عشان ايه؟ قلت له عشان مسلسل ملوك الجدعنه. قال لي انا اللي ماسك الاوديشن بتاعه، هبعته للمخرج. 10 دقايق ولقيته بيكلمني بيقول لي هتسافري بكره لبنان. بصي انا فراقه، انا ما بعرفش ان انا ابقى ما بعملش حاجه من الصبح، من الساعه مثلا 1 لغايه الساعه 3 بتمرن، بتعلم سواقه موتوسيكلات. انا اتعلمت اسوق موتوسيكلات، سوقت العجله بعد ما سوقت الموتوسيكل، ودي حاجه غريبه وفلتة الصراحه لان الموضوع صعب قوي. بحب قوي اتعلم الحاجات اللي فيها اكشن، بحب الكيك بوكسنج، باخد كورسز او كلاسز عشان اتعلم الحركه بتاعه الاكشن، وعملت مشهد اكشن قبل كده. انا نفسي اقدر اعمل كل اشكال الادوار. اكتر حاجه شدتني في المسلسل ليفلز كتير قوي بتتكلمي عليها، وطبقات اجتماعيه كتير، واشكال علاقات كتير، لذيذ وطالعه فيه بشخصيه مختلفه خالص عن اي حاجه انا عملتها. بنت لذيذه وبنت هتضحكي معاها وهتعيطي معاها وهتاثري بيها. الرحله بتاعتها كانت بالنسبه لي حقيقيه قوي. انت عارفه هي المشكله في ايه؟ ان المسلسل حقيقي قوي. هي الست بعد فتره ما بتبقاش قاصده ان هي ولا تركز ولا هي ما تركزش، هو ده الطبيعي انك تأمني. انا لما عملت مشهد من المشاهد نهله، يعني في واحده في اللوكيشن جت بتعيط وبتقول لي انا نفس الموقف ده حصل معايا، انا قلت كل الكلام ونفس الكلام اللي انت قلتيه حقيقي. انت بتبقيش مخونه. سذاجه برضو مننا، لازم نبقى معرفش او مركزين عينينا وسط راسنا. كمسلسل هو مش بيقولك الوصفه السحريه، هو بيوريكي شكل علاقات مختلفه، بشكل مشاكلها، بشكل حلولها، قد ايه حاجه صغيره واحده واحده، عارفه دحلابه كده لغايه ما بتلاقي عندك كارثه. فازاي تاخدي بالك من المشكله من الاساس، وازاي تقدري انك تحليها، وازاي تبقي مركزه في حياتك انك تاخدي بالك اصلا لو انت عندك مشكله، لان احنا بنتلهي. وحتى المسلسل هو مش بيديكي وصفه سحريه، هو بيديكي نماذج، فانت ممكن بينبهك من خلال مشهد، من خلال جمله، من خلال حاجه لحاجه ممكن تترجر عندك حاجه في حياتك فتاخدي بالك. بيهايلايت حاجات معينه، بس هو مش وصفه. الوصفة السحرية تأليف مصنع الحكايات اللي هو الإشراف دعاء عبد الوهاب وهاني. فكان في حاجات بعد يعني كان في حاجات لسه بتتكتب بعد ما احنا اتجوزنا، فأوقات ألاقي إن أنا بتخانق مع هاني في حاجة، وبعد بعد كام يوم أقرأ الورق ألاقي نفس الحاجة دي بتحصل. فقلت له لا أنا عايزة حقوق ملكية بعد إذنك، وأتقاضى أي حاجة، يعني كرمش لي أي حاجة في إيدي، ما دي حكايتي. يعني مثلا دلوقتي احنا اتجوزنا، عندنا كذا حمام في البيت. قلت له بص يا ابن الناس، يا تخلي لنفسك حمام لوحدك، يا تنزل القعده بعد ما تخلص. قال لي انتوا فضلتوا سنين عاملين مش عارفه ايه المراه ومش عارفه عشان نرفع القعده، دلوقتي بعد ما رفعناها جايين تنزلوها. قلت له ايوه ترفعها وبعد كده تنزلها. افتح يا بنتي الحلقه نفس الكلام، والله العظيم نفس الكلام. اقول لك حلقه واحد في مشهدين، عمر شناوي بيصحى من النوم وبيقول I miss you too إيميلي، قصة حقيقية بس ما كانتش إيميلي، وكان نايم وكنا قاعدين على البحر وهو نام، فلقيته بيقول تشاو. فأنا تشاو دي سمعتها وقمت جاية قايمة كده قاعدة جنبه ومستنية أشوف هو إيه اللي هيحصل بعد كده. قال لها صباح الخير. قلت له اصحى، ايه طلعت مصريه؟ قول لي انت بتتكلم مع مين وانت نايم؟ ده بجد اخده حطه في المسلسل. ولما كان برضه شناوي، هو اللاين بتاع شناوي وشيري في حاجات كتير قوي من حياتنا، فهو كان بيقول لها في المسلسل عن الملوخيه الناشفه، وكلمي مامتي عشان تعرفي طريقه الملوخيه. مش نفس الموقف، كلمي مامتي بس عشان صينيه البطاطس باللحمه. دلوقتي انا في مسلسل مع مدام اسعاد يونس. يعني انا كنت من فتره كده كنت بصور مع كيلاني، وكنت بقول له انا لما اشوف مدام اسعاد على الحقيقه يبقى انا كده وصلت في كاريري لحته انا تمام، لو انا بقيت حاجه.
من كتر ما انا بحبها. يعني هي عندي في حته ان انا لما اشوفها يبقى انا وصلت لحته في شغلي خلتني اشوفها. انت فاهمه؟ المسلسل احنا مع بعض فيه لغايه دلوقتي، احنا لسه ما جاتش المشاهد اللي احنا بنشتغل مع بعض فيها، بس انا مش اني اشتغل معاها، انا نفسي اشوفها. يعني نفسي اشوفها، اتكلم معاها واهزر معاها ونقعد بقى كده، فاهمه؟ هي بني ادمه طبيعيه قوي وداون تو ايرث وبني ادمه. فكره ان انا في نفس المجال بالنسبه لي انا وهاني، لو احنا في شركه الموضوع هيبقى صعب، ان احنا الاتنين بنروح مع بعض نفس الشغل، بنرجع في نفس الوقت، اجازاتنا واحده. بس انا شايفه ان هي حاجه حلوه، لان اولا هاني شغله مش بمواعيد، انا فاهمه طبيعه شغله ومع الوقت ابتديت افهمها اكتر. هو فاهم طبيعه شغله، فمش هيجي يقول لي مثلا لا والله هو انت متاخره لغايه دلوقتي ليه، انا لسه ما اتغديتش. هو ده مش هاني، ولا ده اللي انا هينفع اتجوزه، لان انا ليا ظروف شغل معينه. وهو كمان هاني اوقات ممكن يصحى من النوم يقول لي مشهد حضرتك انا نايمه، انا نايمه، انت بتصحيني ليه تحكي لي مشهد؟ فانا ده انا في الاول طبعا كنت بقفش، يعني لان انا كان في فقره ان انا اتعود على ان هو في بني ادم نايم جنبي. اخدت شهور لغايه ما بقيت بعرف انام، فبقيت دلوقتي بتصحيني عشان مشهد. فيعني الموضوع كان صعب. مع الوقت ابتديت افهم، ولا بجد دي حاجه بتساعد، احنا بنعرف نتكلم مع بعض. يعني انا اوقات انا كمان بقيت اصحى على مشاهد واصحيه، يعني اشمعنى هو هينكد عليا ومش هنكد عليه. انا في جمله زمان وانا 18 سنه سمعتها غيرت لي حياتي. الجمله كانت I can، انا هعرف. انا الجمله دي غيرت حياتي بجد. انا في فتره انا كنت بشتغل 3 شغلانات مع بعض علشان I can. انا هعرف. انا ما فيش شغلانه اشتغلتها، ما فيش حاجه حبيت اوصل لها ما وصلتلهاش علشان انا اقدر. ف I can.